السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. سيادة المستشار مرتضى منصور شخصية جميلة، بيعرف يستغل كل حاجة. هو مستشار، محامي كبير، رئيس نادي، يوتيوبر، فيسبوكي، انفلونسر. فهو بيعرف يتحكم في السبوبة، بيعرف يتحكم في، هو نموذج لازاي تمشي فصيل معين وراك، تابع ليك، مؤمن بيك، منفذ لكل كلمة بتقولها ولكل حرف. يعني ازاي هو قادر يتحكم في كل دول لسبب واحد بس، سبب واحد بس هو اللي فيه كل المواضيع دي، ان الفصيل ده او الجمهور ده او اللي تابع ليك بيكون كاره حد تاني. يعني جمهور الزمالك الكره اللي عنده للاهلي، العقده اللي عنده للاهلي، المشاكل النفسيه اللي عملها له النادي الاهلي مخلياه ورا سياده المستشار قلبا وقالبا، لدرجه ان نسيوا اي رمز تاني للنادي. يعني ناسيين اي رمز تاني للنادي، ناسيين اي مشاكل عملها مرتضى نفسه للنادي. نسيوا حسن شحاته، نسيوا شميكن، نسيوا اشرف قاسم، نسيوا حماده امام جده، جد حازم ابو حماده امام، حلمي زموره نفسه، حتى من افضل رؤساء النادي اللي جم نادي الزمالك اللي هو انا مش فاكر اسمه، رجل الاعمال اللي هو بتاع شاي شيخ الشريف دوت. فدي نقطه مهمه. فهو لغى كل حاجه، الكيان كله بقى هو، يعني بيطلع مذيع، بيدور على اي سبوبه، بيبين صفقاته على صفحته على اليوتيوب. المهم ان يكون في سبوبه، يعني المهم ان يكون في سبوبه ويكون في مصلحه من وراء اي موضوع. الكلام كتير لكن الفعل هو قليل قوي عنده. موضوع عبد الله السعيد غريبه، يعني هو الاهلي بياخد حقه. اما حته بقى تمشي بالطرق المشروعه ما تمشيش بالطرق المشروعه، الاحتراف، المنافسه، ياما ناس احترفت وياما ناس مشيت من الاهلي، لكن في اللي حب يلوي دراع الاهلي والاهلي ما تلواش دراعه. ياما راح زيك واحسن منك، كانوا عاملين لعيبه يعني مسمعه في مصر، منتخب مصر، وليها تاثير في المنتخب اكتر منك. حسام ابراهيم، عصام الحضري، علاء ميهوب زمان، طاهر ابو زيد، كل دول غلطوا مع الاهلي، والاهلي قانون عنده جوه محدش يلوي دراعه، محدش يتحكم فيا. الناس ضربه مثل عبد الله السعيد وكهربا والقصه دي يعني غريبه قوي. يعني انت كجمهور، جمهور الزمالك، انت شايف ان عبد الله السعيد مظلوم ومش شايف ان كهربا مظلوم، بتقول لي تحريض ومش تحريض. الصوره يعني انت فرحان اصلا بانجازك مع عبد الله السعيد لمجرد صوره ضحك عليكم. الحقيقه ان هو ضحك عليكم وراح يفوقكم من النادي الاهلي، ولما الاهلي اداله نفس المبلغ هو قاعد في النادي، بس هو يعني كان لازم يعرف ان الاهلي ما بتلويش دراعه. فدي نقطه مهمه، الاهلي ما بتلويش دراعه. فقصتك بقى مع الصحافه الاجنبيه وصاحبك محمد صلاح، احنا ممكن نقول الخبر بشكل تاني، ان محمد صلاح جاب لك القصه دي. لو الموضوع منتشر على السوشيال ميديا يعني بشكل، هل هو حقيقي ولا لا؟ نفترض ان هو، فهو جاب لك حد، الصحيفه الاجنبيه بعلاقاته ببريطانيا، ان انت تتكلم عليها او تحاول تفضح النادي الاهلي بشكل معين لو هي الخبر حقيقي صحيح. بس احنا ممكن نقوله بشكل تاني ان عبد الله السعيد صومك بنسبه من غرامه الاهلي لو الاهلي تراجع عشان ياخد منك نسبه. محمد صلاح، انا عمري ما اقتنعت محمد صلاح كلاعب يعني عمل حاجه لمنتخب مصر او غيره. انا يعني دي قناعتي من زمان، الموضوع ملوش اي علاقه دلوقتي. محمد صلاح انجازه لنفسه، شرف كبير طبعا ان لاعب كره مصريه يحصل كده، ده جميل قوي، بس انجاز لنفسه يعني. لعيب كويس، ولكن مش هو اللي بيوهمني دايما. عبد الله سعيد هتدفع الغرامه وخلي جمهور الزمالك فرحان، معرفش فرحان على ايه يعني. انجازك الوحيد بموضوع ان هو ان انت صورت مع رئيس النادي وانت بتمضي العقد، اللي هو قعدوا يتحايلوا عليك بعد كده عشان تاخد الفلوس، عشان ترجع لهم الفلوس. فده انجاز الزمالك كالعاده من ضمن
انجازاتهم الكتير الوهميه. السلام عليكم.